حادثة غامضة في الإسكندرية، قصة مركب الخيال من سلسلة عناتيد الظلام. أهلا بيكم في عناتيد الظلام. النهاردة معانا حكاية مش من الخيال، حكاية حصلت فعلا في مكان دايما بنفكره جميل وهادئ، الإسكندرية. بس اللي هنحكيه النهاردة هيخليكم تبصولها بشكل تاني خالص. القصة دي حصلت على مركب وكان المفروض تبقى رحلة صيد، بس اللي رجع منها ما كانش نفس الشخص اللي طلع. أنا كريم، عندي 32 سنة، متجوز وعندي بنت صغيرة. والصيف اللي فات حصلت لي تجربة مش قادر أنساها ولا قادر أشرحها لحد. كل حاجة بدأت لما خالي حسن كلمني وقال لي يلا بينا على البحر نطلع شوية نغير جو ونصطاد زي زمان. وأنا كنت محتاج أهرب من الضغط شوية. ماشي، أجي معاك. المركب بتاعه قدير، بيركنه دايما جنب المينا القديم في الأنفوش. رحنا هناك وركبنا أنا وهو وابن خالي سيف اللي كان شغال معاه على فترات. كنا التلاتة في البحر، والبحر كان هادئ والجو كان غريب. وأنا واقف على المركب حسيت بحاجة زي صوت بيهمس لي من بعيد، بس ما كانش في حد ولا صوت غير الموج. قال جملة وقتها لسه فاكرها لحد دلوقتي. قال هتشوفوا اللي عمركم ما شفتوه، بس اوعى تتكلموا او سمعتوا حاجة. انا ضحكت وافتكرت بيهزر، بس سيف كان ساكت وعينه فيها حاجة مش طبيعية. المركب بعد شوية بدأ يدخل في الأعماق في البحر. نور المدينة اختفى، بقينا في ضلمة وسكون وبحر حوالينا في كل اتجاه. وانا قاعد سمعت صوت خفيف، كان في حاجة بتخبط على تحت المركب. بصيت لخالي لقيته بيبص للمية أو ساكت. سيف قرب مني وقال لي بصوت واطي جدا كل مرة بنطلع هنا بيحصل كده، بس المرة دي شكلها مختلف. الصوت بقى أوضح، خبط خفيف. وبعدين كان في حد بيزحف تحت الخشب. أنا حسيت برجلي بتتشل وقلبي بيدق بسرعة. خالي قام ومسك حبل ورماه في البحر وقال لو طلع محدش يتكلم. وشد البحر، طلع حاجة تقيلة. سحبنا معاه لحد ما طلعنا حاجة زي الشبكة وفيها هدوم بني آدم، فيها بقع دم، ريحة وحشة، ريحة موت. سيف وقع على الأرض وأنا حسيت إني عايز أرجع، بس خالي كان واقف ثابت، كأنه كان مستني. وقتها قال بصوت مميت المكان ده من زمان الناس كانت بترمي فيه اللي ملوش لازمة، مش بس زبالة، ده بشر كمان. ناس اتخانت هنا، ناس ماتت، ناس اختفت، والبحر هنا بيبلخم وبيسكت. وقال مكان أنا مش بطلع اصطاد هنا، أنا باجي أراقب البحر. ليه؟ وش تاني بيظهر بس وقت معين، وقت ما يكون نستعد ياخد. أنا وسيف كنا بنبص لبعض مش عارفين نرد. كنت حاسس إني لازم أرجع، لكن رجلينا مش قادرة تتحرك. الليل ما كانش بيودي والضباب بدأ يلف حوالينا. ما بقيتش شايف حاجة، ولا خالي ولا سيف ولا حتى البحر. وسط الضباب سمعت صوت خطوات حد بيقرب مني، على الرغم بيقول بهمس فين حقي. وشخص واقف جسمه بلول، هدومه ممزقة، وشه مش باين. أنا اتجمدت وكنت أصرخ، بس لقيت إيدي تشدني. سيف صحاني وقال المركب بتغرق. فعلا المية كانت بتدخل والمركب بتتهز، الموتور مش شغال، وخالي واقف سايب الدنيا وساكت. قلت له هتسيبني الموت؟ قال بكل هدوء أنا مش راجع، بس انتوا ممكن ترجعوا ولو البحر سمح لكم. أما جاكيت اللي جاي علينا وقال ارموا أنفسكم دلوقتي. أنا وسيف رمينا نفسنا وعمينا في الضلمة، وسمعنا صرخة خالي. بصيت ورا والمركب كانت بتغرق. خالي نزل معاه، بس وشه كان مبتسم، كان رايح مكان كان مستنيه. صحيت الصبح لقيت نفسي على الشط
وسيف جنبي مغمي عليه لكن عايش. ناس بتجري، شرطة وإسعاف، بس لما حكينا اللي حصل محدش صدق. والمصيبة إني لما راحوا ودوروا على المركب ما لقوش حاجة، ولا أصل ولا اسم حسن موجود في سجلات المين، ولا حتى مركب بتسجل في أي وقت. عدى شهور وسيف سافر وأنا لسه مش قادر أنسى. كل ما أقرب من البحر بحس بخوف مش طبيعي، بحس إني سامع صوت بيلمسني. لسه فاضل لك حاجة، لسه ما خلصناش. لو سألتوني النهاردة هل اللي حصل ده حقيقي؟ بس عمره ما يتفهم، لأن في حاجات في البحر مش من المفروض نعرف. دي كانت قصة المركب الخام من سلسلة همسات الظلال. أو القصة دي لمستك، خوفتك، أو حتى خلتك تفكر مرتين قبل ما تبص على البحر، يبقى احنا كده عملنا اللي علينا. استنوني في قصة تانية، بس لحد وقتها لما تسمع همسة في الضلمة ما تردش، لأنك مش هتعرف الصوت ده جاي منين. وسلام، واشوفك في الكابوس الجاي.